شوفوا يا جماعة بالصلاة على النبي. شوفوا الرغيف قابب وعامل ازاي. اللهم صل على النبي، قابب وجميل اهو. السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هنعمل النهارده فطاير خفيفه كده بالبطاطس. احنا معانا كده كيلو دقيق وعليه نص معلقه ملح. هنحط عليه باكو خميره فوريه. هنحط عليه نص معلقه بيكنج باودر، يعني الكيس قسمناه. حط معلقه لبن بودره، ربع كوبايه زيت زيتون، طبعا عصام ليس قدام لله، بيضه وبيض بيضه، والميه ايه نص الدقيق، كيلو دقيق نص كيلو ميه، وعليه معلقتين سكر. هقلب بقى العجنه دي ببعض كده وايه، وهفصل عشان القليان كده. بقى احنا عجلنا العجينه، خدت الميه كلها، وجينا بقى شوفوا طريه، شوفوا عامله ازاي بتلزق ايديا، ما نطفش كمان بتلزق جامد. بس في نفس الوقت ما احناش ايه، عجناها عجن كويس اهو. حطينا لها كده ايه معلقه خل عشان البيض، احنا حاطين بيضه وبيض بيضه عشان الصفار ندهن بالوش. دول بقى كام حته بيني كده في التلاجة، هنقطعهم رفين ونحطهم على الخليط بتاع البطاطس، هيخلوها طعمه وجميله قوي. بس هنقطعهم ايه قطع صغيره خالص زي كده. كده معانا بقى البطاطس سلقناها ايه نصين كده وقشرناها اهيت من غير ميه خالص بقى. سلقت وصفيناها ولا حطيناهاش في ميه تاني بقى ولا حاجه، هي حبه ملح وبس. كده هنهرسها اهي، وهنحط عليها حبه السمنه دول كده وهم سخنين، شويه سمنه وحته زبده كده. وهنجمع ايه بقى الخليط ده كله عليه. احنا عملنا كده، هرسنا البطاطس بالزبده، دول شويه بقدونس، ودول شويه ايه الفانيلا قطعناه. معانا بقى هنا التوابل، ده توم وبصل بودر وتوم بودر وكمون وكزبره وملح وبابريكا وفلفل اسود، والتحبيشه اللي انت بقى برضو قلت لك عليها قبل كده تعمليها ايه، وتوم طازه يعني. ومعانا هنا بقى ايه حته فلفل الوان من كل فلفلايه جزء كده، فلفل الوان. ودول شويه جبنه موزاريلا على ايه على شيطه. هنقلب بقى كل الخلطه الجميله دي في بعض. ايه رايكم بقى، هتبقى اجمل من اللحمه والفراخ ولا لا؟ ايه وديت هتبقى الحشوه. ده كيلو بطاطس يا جماعه، دي هتبقى الحشوه اللي احنا هنحشي بقى ايه العجينه بتاعتنا. هتبقى بجد روعه، احلى من الاكل التاني خالص. ومهما عملنا ما كلفناهاش حاجه، يعني لو البانيه مش موجود ما احناش محتاجين له، احنا حطيناه عشان هي موجوده. و اللهم صل على النبي، العجينه خمرت اهي، شوفوا بقى عملت ازاي. إيه. هنقطعها بقى قطع ونقول لكم هنعمل ايه تاني. الفيديو انا مش عايزه اطوله لكم عشان نخلص، عشان العجينه طريه. هعك ايدي زيت كده وايه واقطع العجينه طريه خالص خالص اهي. هعملها كده وايه واقول لكم بقى هنعمل ايه. قطعنا بقى عملنا البطاطس كور وقطعنا العيش، ما شاء الله جه 10 رغيفه كبار اهمت، والبطاطس قطعناها على نفس الحجم. كده هنمسك العجينه بقى نفردها كده، وهنروح حاطين عليها قطعه البطاطسيه كده، وهنروح لمينها عليها كده اهي. شايفيني ايدي اهي، لمها كده اهو اهي. كل اللي هنعمله في كل العجينه اهي، وهنيجي بقى نسيبها ترفع شويه ونفردها في الصينيه نفسها بقى، نحطها في الصينيه بتاعتها نفسها كده اهي. هنعمل كل العجينه على نفس النظام ده
كده بقى اهو. كل اللي هنعمله هي العجينه اهي. شوفوا بالصلاه على النبي، العجينه هشه بقى عشان طريه وجميله اهي. ونروح ماسكين الخلطه كده اهو، هنحطها كده ونعملها فيها كده اهي. طعم البطاطس، الخلطه دي يا جماعه في البطاطس مديالها طعم حلو قوي 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 قوي، جميله بجد اهي. كل بعمله بلم الحروف ده على بعض كده اهي، كده اهو، كده اهو اهي، عشان ايه ما يبقاش في حته فيها وحته ما فيهاش اهي. وادمجها ببعض كده تاني واروح عاملاها كده اهي. وديت العجينه شايفين، افردها شويه بقى في الصينيه كمان وخلاص. على كده عملت كده يا حبايبي. احنا عملنا ايه بقى؟ ده صفار البيض، حطينا عليه حبه لبن بودره عشان ما فيش لبن، وهنحط حبه ميه وهنضربهم مع شويه الميه كده اهو في البيضه، وهندهن وش الفطاير. شفتوا اللهم صل على النبي، لو الصينيه واسعه ممكن تتفرد كتير جدا، ولو انتوا عايزين تعملوها في الطاسه ممكن، بس احنا بقى عايزينها ايه، فطاير هشه وتخينه كده، وده اللي كان مخليني مرقه العجينه كده. احنا هنحط بقى العجين دوت على اعلى حاجه في الفرن، يعني اللي عنده فرن عالي يعليه، وايه، والعجينه هتبقى هنسيبها برده كمان تريح شويه كمان، وهيبقى ايه يعني على الفرن من فوق ومن تحت. لو عندك فرن بولع فوق وتحت ولع، عندك من فوق من تحت بس قربي من تحت وبقطفي. وكده هنخبزه بقى على علو الفرن، وايه واوريكم بعد الخبيز. هنحط بقى على، شوفوا يا جماعه بالصلاه على النبي، شوفوا الرغيف قبب وعامل ازاي. اللهم صل على النبي، قبب وجميل اهو. الله اكبر، يعني ما كنتش اتوقع ان هو هيجيب، انا مش متوقعاه هيجيب يعني اهو. هنحطه بقى على بعضه كده ايه، يطرى شويه ونطلعه كده بقى. شوفوا اللهم صل على النبي، ولسه صينيه في الفرن من الكيلو دقيق عملنا. الله اكبر، شايفين منظر الفطاير من ورا ومن قدام وقبه، وحاجه خطيره. شوفوا ايه ايه، ويعني حاجه لا تتوقع بجد، حاجه حلوه حلوه حلوه. واقطع لكم كمان، شوفوا قلب العجينه من جوه كمان ايه، شوفوا رقيقه وجميله ومستويه وفي منتهى الجمال. جربوها الطريقه دي جميله بصراحه، طريقه فطاير حلوه، ولسه في صينيه ما استوتش كمان، ومن كيلو دي عملنا كل الاكله الحلوه دي.